بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، لو تفتكر أنا من حوالي شهر كده تقريبا أنا قلت لك في عز درجة الحرارة اللي واصلة 40، ارجعوا للفيديوهات دي من حوالي شهر. قلت لك الأرانب عشر وبتولد ومفيش اي مشاكل والحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. الارانب انا فطمتها من حوالي يومين، فطمت الارانب اوزانها بتتراوح فوق 700 وحاجة جرام وتحت 700 وحاجة جرام، يعني المتوسط بتاع الارانب اللي انا فاطمها في عز الصيف دي يا جماعة 700 جرام، ودي حاجة كويسة جدا جدا في عز الصيف والحر والكلام ده كله. والأرانب اهي اللي كنت موريها لحضراتكم اتفطمت وعايشة والحمد لله. وزي ما حضرتك كده شايف العلف اللي بحطه للأرانب، أنا بحط حوالي 140 جرام علف لكل أرنبين هم مفطومين، يعني الأرنب المتوسط بتاع حوالي 70 جرام، لأن أحجامهم الحمد لله كويسة وبياكلوا. عايز تحط 120 جرام حط، عايز تحط 100 جرام حط، انما حتة ان انت تحط للارنب الفطام 30 جرام والكلام الفارغ ده كله انا ما بأيدوش. انت كده بتجوع الارنب. اوعى تصدق اللي يقولك اصل في حاجة اسمها صدمة فطام ومش صدمة فطام. ما هو الارنب اساسا بياكل مع عمه وهو عمره 17 يوم. لو انت هتفطم على 35 يوم او على 30 يوم يعني كل مع عمه اسبوع او اسبوعين، وبالتالي عمر ما هتحصل له حاجة اسمها صدمة الفطام والكلام اللي انا بسمعه دون. طيب في الصيف يا جماعة لما تفطم الارانب يا ريت تحط، عشان الجو حر، كل 2 مع بعض زي ما انت شايف كده حضرتك. انما في الشتاء لا، الوضع بيختلف. في الشتاء وكل سنة وانتم طيبين، هاي الايام بتجري بسرعة، احنا بنحط كل 3-4 مع بعض عشان يدفوا بعض. انما في الصيف عشان درجة الحرارة العالية والحاجات دي كلها فاحنا بنحط كل ارنبين مع بعض في الفطام. واكل وما تخافش. واللي عنده ارانب يا جماعه يبدا يلقح. انا الفيديو اللي فات المفروض تكون لقحت من يوم 15/8 عشان تبدا الشغل بتاعك في شهر 9 ان شاء الله. اللي ما لقحش الارانب بتاعته يا ريت يبدا تلقيح الارانب واشتغل وما تخافش وربنا يوفقك. نقطه بسيطه، حضرتك ممكن الارنب ما يطولش نبل الميه، طوبة زي اللي انا حاططها دي حطها للارنب تحت نبل المية، هتلاقيه بيقف عليها ويشرب منها وهيبقى تمام ان شاء الله. اتمنى لكم كل خير وسعادة وكل سنة وانتم طيبين، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.